كان في ثعبان جعان ماشي في طريقه، وهو ماشي في أمان الله اتجرح من منشار مرمي على الأرض. جرح صغير لا يذكر، بس في ثواني الثعبان ده دمه غلي وعصبيته عمت عينه، ولف ورجع للمنشار وعضه بكل قوته. طب هل المنشار جراله حاجة؟ لا طبعا، ده جماد. اللي حصل إن أسنان المنشار الحادة دخلت جوه فم الثعبان، والدم بقى في كل مكان. الوجع ده بدل ما يخليه يفوق، خلاه يحس إن المنشار بيستفزه ولازم ينتقم، ففقد السيطرة بالكامل على نفسه، وراح لافف جسمه كله على المنشار. لف جسمه بكل قوته، لكن هنا المشكلة، وهو بيحاول يخنق المنشار النتيجة كانت واضحة. كل ما يضغط أكتر كل ما الجرح يكبر، لحد ما في النهاية جسم الثعبان اتقطع بالكامل بسبب المنشار ده. الموقف ده موجود في علم النفس واسمه تأثير الحصان البري، واللي بيدمرك مرات مش الجرح الصغير، لأ، رد فعلك المبالغ فيه هو اللي بيدمرك. لو نرجع للحقيقة، المنشار ما اتحركش أصلاً، لكن الشيء الوحيد اللي كان خارج السيطرة هو غضب الثعبان. قولي بقى بصراحة، كم مرة في حياتك تحولت للثعبان ده؟ كم مرة سمحت لكلمة عابرة من شخص مستفز أو موقف سخيف في الشغل أو الشارع إنه يطير النوم من عينك ويدمر يومك بالكامل، أو يخليك تخسر علاقة قعدت سنين تبني فيها؟ لما بتغضب في حاجة غريبة بتحصل جوه دماغك. عقلك البدائي بيحسسك إنك في معركة بقاء ضد وحش كاسر، فيبدأ يضخ هرمونات التوتر والأدرينالين. ضربات قلبك بتتسارع، والجزء المسؤول عن التفكير المنطقي في دماغك بيقفل تماماً. انت حرفياً بتبقى أقل ذكاءً بنسبة 80% في لحظة الغضب. الخطر الحقيقي مش في الموقف اللي ضايقك، الخطر في العاصفة اللي انت هتعملها لو سبت غضبك يسوق قراراتك. الفرق بين الشخص اللي بيعرف يدير حياته والشخص اللي بيدمرها بإيده بيلخصوه في قاعدة نفسية بسيطة اسمها فجوة الاستجابة. الناس العصبية تنفجر فوراً، يزعقوا ويشتموا ويكسروا الأشياء. أما الأذكياء استراتيجياً بيعملوا فجوة زمنية مدتها 10 ثواني بس بين الموقف وبين رد فعلهم. ال10 ثواني دول هم الجدار العازل اللي بيحميهم من أسنان المنشار. في الثواني دي بيسألوا نفسهم سؤال واحد يغير اللعبة كلها: هل الموقف ده يستاهل استنزاف طاقتي؟ ولا أنا كده بلف نفسي حوالين منشار هيقطعني؟ السيطرة على الغضب مش معناها الضعف أو الاستسلام، لا خالص، دي أعلى درجات القوة والذكاء. لما بتتحكم في أعصابك وترد ببرود، أنت بتسحب السلاح الحقيقي من إيد الشخص اللي بيحاول يستفزك، وبتجبره يلعب بقواعدك أنت، فيموت هو بغيظه. المواقف المؤذية في الحياة عاملة زي الجرح الصغير بتاع الثعبان في الأول. عندك اختيارين، مفيش غيرهم: يا تكبر دماغك وتعديها عشان تحمي سلامك النفسي، يا تختار الانتقام الأعمى وتلف نفسك حوالين المنشار لحد ما يقطعك غضبك. المرة الجاية لما تحس بالنار بتشتعل في صدرك، افتكر قصة الثعبان. خد نفس عميق، سيب المنشار وامشي بسلام، لأن معارك الغضب مفيهاش منتصر، والذكي هو اللي بيعرف متى ينسحب عشان يفوز بحياته.